2003 ل 2010 موبايل بلاك بيري كان ملك التليفونات الذكيه في الوقت ده. الناس كانت بتحبه عشان الكيبورد بتاعه اللي كان بيخلي الكتابه اسهل واسرع وادق من اي تليفون تاني بشاشه لمس في الوقت ده، والميزه دي ما كانتش عند اي حد تاني. كان قوي جدا وبطاريته كانت بتقعد ايام. تليفون المديرين والنجوم وحتى رؤساء الدول، ده لحد دلوقتي في ناس عندها نوستالجيا بالتليفون ده. ريم الشركه الكنديه المطوره لبلاك بيري اتاخرت انها تتاقلم بعد ظهور التليفونات الذكيه اللي بشاشه لمس كامله متطوره، وتطبيقات الهواتف الذكيه اللي قدمها ايفون في 2007 واندرويد اللي بدا ينتشر بقوه في 2008. حاولوا يتاقلموا باطلاق تليفونات بشاشه لمس ونظام تشغيل جديد، لكن للاسف كانوا خلاص فقدوا حصتهم السوقيه لصالح جوجل وابل. في النهايه في 2016 اعلنت بلاك بيري عن وقف انتاج التليفونات بتاعتها. عارفين تويز ار اس؟ تويز ار اس ده كان من اكبر محلات العاب الاطفال في العالم. في امريكا بس كان عنده اكتر من 700 فرع. تويز ار اس ما قدرش يتاقلم مع انتشار البيع اونلاين وما كانش عنده رؤيه ابداعيه. فشل انه يطور نفسه ويقدم تجربه تسوق سهله وممتعه وباسعار مناسبه للعملاء بتوعه. في الاخر في 2017 اعلن افلاسه. طب فاكرين ازمه كورونا؟ وقتها الدنيا كلها اتلخبطت، مصانع قفلت، ناس قعدت في بيوتها، بس في وسط كل الازمه دي ناس عرفت تتأقلم ونجحت في وسط الأزمة. زي مثلا مصانع الملابس اللي كانت بتنتج قمصان وبناطيل، فجأة لقت نفسها بتنتج كمامات طبية علشان تلبي الطلب اللي في السوق وتحافظ على شغلها. الناس دي عرفت تغير نشاطها بسرعة علشان تستمر. وقصة تانية برضو من وسط أزمة كورونا، كتير من أصحاب المطاعم والكافيهات اللي اتمنعوا من إن الزباين تدخل عندهم اتحولوا بسرعة لخدمات التوصيل، بدأوا يعملوا ابلكيشنز وبدأوا يوصلوا الأكل لحد الناس علشان يقدروا يكملوا وما يخسروش شغلهم. القصص دي بيورونا قد إيه إنك تتأقلم مع التغيرات اللي بتحصل حواليك، دي حاجة مهمة جدا. شركات كانت في القمة وخسرت، وشركات اتأقلمت بسرعة مع الوضع الجديد ونجحت. طب عمرك سألت نفسك ازاي اواكب العالم المجنون ده؟ تكنولوجيا جديدة بتبهرنا كل يوم، اسواق بتتغير بسرعة البرق، وازمات غير متوقعة بتغير حياتنا كلها. طب ايه اللي بيميز اللي بيقدر ينجح ويكمل في العالم ده؟ النهارده في قهوة المندوبين هنتكلم وندردش ونعرف اكتر عن موضوع مهم قوي في حياتنا، سواء على الجانب الشخصي او على الجانب العملي. النهارده هنتكلم عن القدرة على التكيف. اهلا وسهلا بكم، معاكم ريمون ابراهام وحلقه جديده من قهوه المندوبين. هات كوبايه الشاي او كوبايه القهوه ويلا بينا ندردش. ايه هي القدره على التكيف؟ هي انك تعرف تتاقلم وتظبط نفسك على الظروف الجديده المحيطه حواليك، سواء كان التغيير في شغلك، تغيير في دراستك، تغيير في حياتك، في علاقاتك، في التكنولوجيا اللي انت تستخدمها، او حتى في طريقه تفكير الناس اللي حواليك. تخيل ان عقلك ده زي برنامج كمبيوتر. القدرة على التكيف هي الابديت اللي بتنزله علشان البرنامج ده يشتغل كويس مع نظام التشغيل الجديد اللي هو الحياة. لو التكيف هو القدرة على التأقلم، فعكسه هو الجمود وعدم المرونة. تلاقي ناس كده، ناس مش عايزة تتغير، ناس دماغها متركبة مع قفل. شخص مش قادر يتكيف، مش قادر يتغير، هيفضل يعمل نفس اللي بيعمله. شخص بيفضل متمسك بطريقة واحدة للتعامل مع الأمور، ده ممكن يخليه يفشل لما الظروف دي تتغير. زي ما حصل مع كوداك اللي كانت رائدة في عالم التصوير الفوتوغرافي. لما ظهرت الكاميرات الديجيتال، كوداك اتأخرت انها تتأقلم مع الوضع الجديد، مع العلم ان هم كان عندهم اول شخص اخترع اول كاميرا ديجيتال في التاريخ، لكن هم كانوا خايفين على مبيعات افلام التصوير بتاعتها. والنتيجة شركات تانية زي فوجي وغيرها قدرت تتأقلم وتستمر، وكوداك اعلنت افلاسها في 2012. ايه الفرق بين التكيف والمرونة؟ المرونة هي قدرتك على انك تتغير بشكل مؤقت وترجع تاني لشكلك الاصلي بعد ما الحدث ده او الحاجة اللي بتحصل دي تتغير. زي الاستيك، شد الاستيك تسيبه يرجع تاني الشكل بتاعه. او زي الشجرة لما يبقى فيه ريح شديدة قوي ورياح قوية، تلاقيها بتروح يمين وشمال، اول ما الرياح بتخلص بترجع تاني مكانها. لكن التكيف هو تغيير اعمق واشمل، بيغير طريقة تفكيرك وسلوكك بشكل مستمر، بشكل دائم، علشان يناسب الوضع الجديد. زي شركة نتفليكس اللي بدأت كخدمة لتأجير DVD عن طريق البريد. لما الظروف اتطورت وبقى فيه انترنت سريع، نتفليكس عرفت تتكيف بسرعة وحولت نموذج عملها بالكامل لخدمة بث الفيديو من خلال الانترنت، وده وصلها انها بقت عملاق
في مجال الترفيه دلوقتي. ليه القدرة على التكيف مهمة قوي؟ بص يا استاذ، الدنيا حوالينا كل شوية بتجيب لنا حاجة جديدة. لو انت مش هتقدر تتكيف هتحس ان انت واقف مكانك، او يمكن مشدود لورا، مش عارف تتحرك لقدام، مش عارف تعمل حاجة جديدة. هتحس انك تايه، الناس بتتحرك لقدام وانت واقف مكانك. قدرة على التكيف مهمة في كل حاجة في حياتنا، في النمو الشخصي عشان تعرف تتعلم حاجات جديدة وتطور نفسك. تخيل لو فضلت طول عمرك بتفكر بنفس الطريقة، هتلاقي نفسك عامل زي اللي قافل على نفسه في أوضة ضلمة ومش عارف أي حاجة بتحصل حواليه. في الشغل، سوق العمل كل يوم بيتغير وبيجيب لنا حاجات جديدة على مستوى العالم، وظائف بتختفي ووظائف جديدة بتظهر. اللي مش هيعرف يتكيف ويتعلم مهارات جديدة هيختفي، هيلاقي نفسه متأخر قوي، زي قصة سواقين التاكسي زمان أول ما ظهر أوبر وكريم، وزي ما بيحصل دلوقتي في الاي اي. تالت حاجة، قدرة على التكيف مهمة في العلاقات. الناس بتتغير والظروف بتتغير، لو ما عندكش القدرة انك تفهم وتتغير مع التغيرات اللي بتحصل دي هتلاقي عندك مشاكل كتيرة جدا في التعامل مع الناس. في التكنولوجيا والمجتمع، شوف حواليك التكنولوجيا عاملة ازاي، كل يوم في حاجة جديدة، ابديت بيطلع من هنا، حاجة بتطلع من هنا، برنامج جديد بيطلع بيغير العالم كله. اللي مش هيعرف يتعامل مع التكنولوجيا اللي بتطلع جديدة هيحس ان هو عايش في عالم تاني، عالم قديم جدا. زي الناس اللي لحد دلوقتي مش بتعرف تستخدم الانترنت، وبعد شوية هتبقى زي الناس اللي رفضت تستخدم الاي اي. اخر حاجة، قدرة على التكيف مهمة جدا في عالم الاعمال والبزنس. التكيف بقى ضرورة مش رفاهية. الشركات اللي مش بتقدر تتكيف بسرعة مع السوق والتغيرات اللي بتحصل فيه ومع العملاء بتلاقي نفسها بتخسر وبتطلع بره السوق تدريجيا. زي شركة بلوك باستر اللي فشلت انها تتكيف مع ظهور خدمات البث زي نتفليكس واختفت. والعكس، شركة زي أمازون بدأت كمكتبة على الإنترنت لكنها عرفت تتكيف وتوسع نشاطها علشان يشمل كل أنواع المنتجات والخدمات، ودلوقتي أمازون عملاق التجارة الإلكترونية في العالم. طب إمتى تعرف إنك بتعاني شوية في موضوع التكيف ده ومش عارف تتكيف؟ في كام علامة كده ممكن تخليك تاخد بالك من الموضوع ده. تحس إنك مضغوط قوي ومتوتر أول ما حاجة تتغير في روتينك اليومي، بتفضل تعمل نفس الحاجة بنفس الطريقة كذا مرة حتى لو مش جايبة نتيجة. بتقاوم اي فكرة جديدة او اي طريقة شغل مختلفة، بتحس انك واقف مكانك ومش عارف تتحرك، بتحس ان الدنيا كلها بتجري من حواليك. دي بعض الامثلة، لو حصلت معاك يبقى انت محتاج تشتغل اكتر على موضوع التأقلم ده. كنت مندوب وشغال بقالك كام سنة في نفس الاريا، والشركة قررت تغير الاريا بتاعتك توديك اريا تاني، فانت اتضايقت وازاي الشركة تعمل كده، ولا وانا عامل في الاريا شغل كويس جدا والاريا هتقع من بعدي، وبدأت تتضايق من اللي عملته الشركة. دي مشكلة تأقلم. كنت مدير ولأي سبب سبت الشركة وبدأت تدور على وظيفة تانية في نفس التايتل بنفس المرتب. قعدت فترة تدور ولسوء حظك مفيش حاجة جت. بعد فترة جات لك وظيفة بتايتل مختلف، جوب ديسكريبشن مختلف ومرتب. رفضت الشغلانة وانت لسه مصر انك تدور على نفس التايتل بنفس الجوب ديسكريبشن وبنفس المرتب. مشكلة تأقلم. القسم اللي انت شغال فيه في الشركة قفل، والشركة قررت تنقلكوا لقسم تاني بمهام مختلفة وبوظائف مختلفة. تبدأ تتضايق، ولا وانتوا ازاي بتعملوا كده، ده انا كنت عامل نجاح فظيع جدا، ولا وتبدأ تدور على وظائف تانية وتحس انه الدنيا قفلت. مشكلة تأقلم. الشركة قررت تجيب برنامج جديد يسهل بروسيس ويسرعها، لأن البرنامج القديم كان فيه مشاكل كتيرة وكان مبطئ الدنيا. انت كنت واخد عليه، كنت شغال عليه تمام، هنا تبدأ ترفض، تبدأ تقول لا البرنامج القديم وكان جميل وخلاص خدنا عليه، وتدور على مشاكل وتتكلم هنا وتتكلم هنا وتتكلم هنا بحيث ان انت تعارض البرنامج الجديد. مشكلة تأقلم. واكيد في امثلة تانية كتير اكيد جت في بالك دلوقتي. لو عندك اي حاجة من دول يبقى انت محتاج تشتغل اكتر على التأقلم. ايه المهارات اللي بتميز الناس اللي عندها قدرة عالية على التكيف؟ اول حاجة التكيف المعرفي او الكوجنيتيف ادابتابيليتي، وهو قدرتك على تغيير طريقة تفكيرك واستراتيجياتك العقلية علشان تناسب المواقف الجديدة. ده بيتضمن التفكير النقدي وحل المشكلات. تاني حاجة التكيف العاطفي او الايموشنال ادابتابيليتي، وهو قدرتك على ادارة مشاعرك والحفاظ على موقف ايجابي في وسط التغيير وعدم الوضوح. ده مرتبط بالذكاء العاطفي والصحة النفسية. تالت حاجة التكيف الشخصي او البيرسونال ادابتابيليتي، وهو استعدادك لتغيير سلوكك وطريقتك في العمل بناء على احتياجات الموقف. الاشخاص اللي عندهم المهارة دي بيكونوا منفتحين ومرنين وبيعرفوا يخرجوا بره منطقة الراحة بتاعتهم. 4 التكيف بين الاشخاص او الانتر
personal adaptability، وهو قدرتك على التواصل والتعاون والعمل بفاعلية مع مختلف الأشخاص والمجموعات. ده طبعا بيتضمن الاستماع النشط والتعاطف وفهم واحترام وجهات النظر المختلفة. 5. حل المشكلات الإبداعي أو الكرياتيف بروبلم سولف، وهو قدرتك على التعامل مع التحديات والمشاكل اللي هتقابلك بطرق مبتكرة. الأشخاص اللي عندهم المهارة دي تلاقيهم دايما بيفكروا بره الصندوق ويدوروا ويلاقوا حلول غير تقليدية للتحديات. 6. التعلم الاستباقي أو البرو اكتيف ليرنينج، وهو استعدادك أنت المستمر لاكتساب معرفة ومهارات جديدة عشان تبقى مواكب لتطورات في مجالك. الأشخاص دي بيدوروا بنشاط على فرص للتعلم سواء من خلال تدريب أو تطوير ذاتي. دلوقتي نيجي بقى للسؤال الأهم، إزاي أنا كواحد من الناس أقدر أحسن قدرتي على التكيف وأعرف أتعامل مع التغيرات اللي بتحصل دي؟ في 6 خطوات عملية ممكن تساعدك. أولا، خلي عندك العقلية المتطورة أو الجروث مايند سيت، ودي اتكلمنا عليها في حلقة لوحدها ممكن ترجع تشوفها. خلي عندك يقين إنك دايما قادر على التعلم والتطور، وإن التحديات والمشاكل اللي هتقابلك دي فرص عشان تتعلم وتكبر وتتطور. دايما قول لنفسك أنا أقدر أتعلم ده، بدل ما تقول أنا مش بعرف أعمل ده أو أنا مش بحب ده. 2. خليك فضولي ومنفتح. Be curious and open minded. اسأل كتير، اقرأ حاجات جديدة، اسمع آراء مختلفة، اسمع بودكاست في موضوع جديد، اتعلم مهارة جديدة زي الطبخ أو التصوير، روح مكان عمرك ما رحته، اتكلم مع حد مختلف عنك. كل ما كانت معلوماتك وخبراتك أكتر كل ما كنت أفضل في التأقلم والتعامل مع مواقف مختلفة. 3. طور مهاراتك باستمرار. Continuously develop your skills. العالم بيتغير والمهارات المطلوبة كمان بتتغير. حاول تتعلم مهارات جديدة سواء شخصية أو تقنية. رابع حاجة، خليك مرن في تفكيرك. ما تتمسكش بطريقة واحدة بس في التفكير وطريقة واحدة بس في الحل. حاول تشوف الأمور من زوايا مختلفة وخليك مستعد تغير رأيك لو لقيت طريقة أفضل. 5. اتعلم من تجاربك وتجارب الآخرين. بص على المواقف اللي مريت بيها أو اللي حواليك مروا بيها وتعلم إيه اللي حصل معاهم. اعرف إيه اللي نجح واعرف إيه اللي فشل، واسأل واستفيد من تجارب الناس اللي حواليك. 6. اقبل التغيير. Practice accepting change. التغيير سنة الحياة، حاول تتقبله وما تعتبروش عدو ليك. ركز على ايه اللي تقدر تتحكم فيه وازاي تستفيد من الوضع الجديد. ممكن تجرب تعمل تحدي بسيط لمدة أسبوع يخرجك من منطقة الراحة بتاعتك، زي مثلا تجرب تعمل حاجات بإيديك الشمال لو أنت أيمن، أو العكس. جرب غير روتين الصبح بتاعك أو روتين اليوم بتاعك. أي حاجة بسيطة تخليك تتعود على فكرة تغيير الروتين. الخلاصة، القدرة على التكيف مش رفاهية، دي ضرورة علشان نعرف نعيش وننجح في الدنيا اللي بتتغير حوالينا باستمرار. حاول تشتغل على نفسك وتنمي عندك القدرة على التكيف، هتلاقي ان انت بقيت اقدر واقوى على مواجهة اي حاجة بتيجي في طريقك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. ممكن تشير الحلقة مع اصحابك علشان الكل يستفيد. لو تحبوا تعرفوا اكتر ممكن تنزلوا تبصوا بصة على المصادر. اكتبوا لنا في التعليقات عن رأيكم وايه هي الحاجة اللي ناويين تغيروها في حياتكم الاسبوع ده علشان تكون شخص اكثر تكيفا. مستني اقرا افكاركم وتحبوا نتكلم على ايه في الحلقات اللي جاية. شكرا.